صباح الخير، يا رب تكونوا في احسن حال وانتوا بتشوفوني النهارده. لو اول مره بتشوفوني، انا حكمه طارق ودي قناتي عالم الحلويات. النهارده هنعمل اسرع وصفه لبسكوت الاوريو الاصلي كمان، وبنفس الشكل زي ما انتوا شايفين. تقدري طبعا تعملي احجام وتعملي مقاسات مختلفه، وطبعا اي نقشه انت حباها ممكن تعمليها، ومكوناته كمان كلها سهله. ده غير طعمه بجد في منتهى الجمال. بيعتمد على حاجتين اساسيين في الوصفه عشان تديكي نفس تيست بسكوت الاوريو بالظبط. يلا بينا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه هستخدم العجان وهستخدم كفه تقليب، هستخدم دقيق وهستخدم الكاكاو. بنبه جدا على الكاكاو، الكاكاو بتاعي يكون خام اسباني. هستخدم كمان سكر البودره، هستخدم بيضه وفانيليا، وهستخدم كمان البيكنج باودر وكمان الزبده. اول حاجه الزبده بتاعتي بتكون بدرجه حراره المطبخ، هنزل بيها في العجان بتاعي زي ما انتم شايفين، وهركب كفه تقليب وهنزل عليها بالسكر البودره بتاعي، وانزل عليهم واخلي العجان يخلط كل المكونات دي كويس مع بعض لغايه ما لون الخليط بتاعي او تظهر لون الكريمه او زبده السكر لون فاتح زي ما انتم شايفين. هخلط الزبده والسكر كويس جدا لغايه ما لونهم يفتح ويعلى معايا بالشكل ده. طبعا انا مش محتاجه فوم كتير، بس محتاجه ان اللون يكون بالشكل ده. اظن اللون باين. هنزل دلوقتي عليهم بالبيضه والفانيليا. طبعا انا ما بحبش في الوصفه دي بالذات استخدم الفانيليا السايله، لانها طبعا بتاثر على الطعم، لانه الريحه بتاعتها بتكون نفاذه وبتتخلط مع الكاكاو فبتغير طعم بسكوت الاوريو. استخدمت النهارده الفانيليا البودر. قلبت تقلبتين كده لان المكونات كلها بتكون في جنب البوله. لازم تعملي العمله دي عشان تقدري تخلطي كل المكونات مع بعض. الدقيق حطيت عليه الكاكاو بتاعي منخول الدقيق، عليه ذره من الملح، وكمان عليه ربع معلقه من البيكنج باودر. هبدأ دلوقتي بعد ما خلطت والخليط بتاعي فتح، هنزل بالمكونات الجافة بتاعتي على المكونات الزبدة والسكر، وهبدأ ان انا اخلطهم بالكف مع بعض. كده انا خلصت تقريبا، خلصت اكتر من نص الوصفة. قلبت كل المكونات مع بعض لغاية ما اندمجت كويس جدا. دايما بتقلبي اول حاجة على السرعة البطيئة، وبعد كده بتعلي السرعة عشان كل المكونات بتاعتك تختلط كويس جدا. لون الكاكاو بيأثر معايا، شايفين لون الكاكاو اختلف ازاي مجرد ما الخليط كله اختلط. حبيت ان انا اختبر البسكوت بتاعي، عملته بايدي كده وكورته على هيئه كوره، لقيته ما بيلزقش معايا وما بيشققش وشكله جميل جدا. هاخد العجينه دي كلها اريحها في التلاجة حوالي 10 دقايق، واظبط الحاجات اللي انا هقطع بيها. دلوقتي حبيت اعرفكم على القطاعات اللي انا هشتغل بيها النهارده او فيك تشتغلي بيها. هشتغل بالمكبس ده لو انت حابه رسمه معينه. المكبس ده انا بعمل بيه البسكوت، بعمل بيه كمان المعمول، حلو جدا، بتلاقيه عند خامات مستلزمات محلات مستلزمات الحلواني. تقدري طبعا تشكليه بيه بكل سهوله، وكمان بيتعمل بيه المعمول سهل جدا، فهو فعلا حاجه عمليه. بس النهارده انا هعمل بيه رسمه واحده، وهقطع الباقي بالقطاعات، ففيكي تقطعي بالقطاعه سواء مشرشره او سواء ساده، فطبعا ده خيار ليكي. هجيب ورقه من الزبده كويس جدا، لو عندي مفرش سيليكون كمان عادي جدا. هبدا انزل بنص كميه العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. العجين طبعا مش بتلزق بس طريه وحلوه جدا. هسيب لكم المقدار بالظبط في صندوق الوصف، لان البسكوت ده في منتهى الجمال وبيطلع معاكي ناعم جدا. هبدا اقفل نص الورقه كده على بعضها، وهبدا ان انا بالنشابه افرد بالراحه واوصل للسمك اللي انا عايزاه. دايما ما تخليش سمك البسكوت بتاعك رفيع قوي، وما تخليهوش سميك قوي عشان يطلع معاكي كويس جدا. سويت البسكوت بتاعي وفردته بالنشابه زي ما انتم شايفين كده لغايه ما وصلت للسمك اللي انا حباه، وهبدا طبعا اقطع واوريكي ازاي هقطع بالقطاعه الساده وازاي هقطع بالقطاعه او بالمكبس بتاعي. طبعا حاولي انت دايما طول ما انت بتشتغلي تلفي الورقه بتاعتك او تلفي العجينه بتاعتك عشان تقدري تخلي السمك من جميع الجهات زي بعضها. زي ما انتم شايفين كده السمك بتاعي كده يعتبر مظبوط. طبعا بحاول ان انا اضغط على الجناب عشان بتكون لسه ما اتفردتش مثلا معايا بنفس السمك اللي انا عايزاه. طبعا ده خيار ليكي، انت بتشوفي العجينه قدامك سمكها عامل ازاي، بناء عليه بتوقفي فرد. انا فردت العجينه بتاعتي كويس جدا، وصلت للسمك اللي انا محتاجاه. هبدا دلوقتي اقطع معاكم البسكوت بكل سهوله. هشتغل اول حاجه دلوقتي بالمكبس بتاعي. المكبس بتاعي عشان هشتغل بيه ان انا هقطع بالشكل ده. هقطع اول حاجه كذا واحده ساده بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا اختاري المقاس اللي انت حباه. لما اجي اقطع بالمكبس بضغط عليه كده وبنزل اضغط كده، بتطلع معايا البسكوته بكل سهوله، واضغط عليها من بره وتنزل لي بالشكل ده. طبعا من يعني السمك بتاعها مظبوط جدا. في ناس ممكن تعمل العجينه كوره وتنزل عليها بالمكبس تاخد الرسمه اللي هي عايزاها. طبعا انت بقى انا ما عملتهاش كده، طلعت معايا
انت من كل مره للتانيه عشان المكبس بيكون محفور حفر ممكن بتغطسيه في الدقيق وتنفضيه وترجعي تقطعي بيه تاني. هرجع بقى انا اكمل قطع لان انا كنت عايزاها شكل الاوريو المعتاد عليه. هعمل شويه مشرشر من الجناب وشويه ساده، فقطعت بالمقاس الوسط ده، وبعد كده هبدا اقطع تقطيعه ثالثه بالمقاس الصغير. تبداي طبعا جنبك الصواني بتاعتك تنقلي عليها العجينه مباشره وتبداي ان انت تخبزيها. طبعا كل البواقي اللي بتفضل معايا دي هجمعها تاني وهبدا افردها تاني عشان اشكل منها بقيه كميه البسكوت بتاعي. طبعا الكوبايتين دي اللي انا اشتغلت بيهم النهارده عملوا معايا كميه كويسه جدا من البسكوت، فبجد هو فعلا موفر، وطعم البسكوت بتاع الاوريو فيه حلو جدا ومميز. هخبز الصينيه دي على درجه حراره 180 لمده حوالي يعني من 10 ل 12 دقيقه. الرسمه الثانيه اللي انا عملتها صغيره شويه، واستخدمت كمان البصمه دي، لو موجوده عندك ممكن تستخدميها عشان تطلعي تيست البسكوت بالظبط. بيبقى معاها الحروف وانا بركبها في المسطره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبجمع الكلمه بتاعتي وببدا ان انا ابصم بيها على اي حاجه، على البسكوت، على الكوكيز، على كمان عجينه السكر، فهي حلوه جدا. بصمت انا بيها بقى على البسكوت عشان لما تبقى كده تبقى واحده ساده وواحده عليها الرسمه، وتديني نفس تيست بسكوت الاوريو بالظبط. مش عايزه اقول لكم قد ايه جميله، والحفر ده ما بيروحش من البسكوت اثناء الخبز. هبدا اخبز البسكوت بتاعي واخرجه من الفرن واسيبه يبرد تماما. طبعا ممكن تستغني عن الخطوه دي، بس انا حبيت اوريكم كل الحاجات اللي ممكن تعمليها في البسكوت الاوريو. طلعت الصواني بتاعتي وسبتها تبرد تماما. بسكوته حلوه جدا من تحت ومش لازقه وما فيهاش اي حاجه، بس سبتها تبرد، ما جيتش يمتها ولا حركتها من الصينيه. دلوقتي هبدا اعمل الكريمه بتاعتي. استخدمت نص كوبايه من الزبده الطريه بدرجه حراره المطبخ، عليها ربع كوبايه من السكر البودره. طبعا ممكن تضاعفي المقدار، انا استخدمت سكر بودره جاهز، فطبعا بما اننا عارفين ان السكر البودره الجاهز بيبقى عليه نسبه من النشا، فطبعا لو بتحري سكر في البيت ممكن تضيفي معلقه من النشا. قلبت كل المقدار بتاعي كويس كده مع بعضه لغايه ما اختلطوا وبقوا هي دي الكريمه اللي هحشي بيها بسكوت الاوريو. بعد ما الكريمه بتاعتي لونها فتح وبقى بالشكل ده وبقت كريميه بالشكل ده، هبدا ان انا اعبيها في بوله عشان ابدا احشي منها البسكوت. تاكدي تماما ان انت وانت بتحشي البسكوت بتاعك بيكون برد ومفيش اي حتى مش دافي، عشان طبعا الزبده هتحس بدرجه حراره البسكوت فهتبدا تسيح معاكي. ده اللي حصل معايا في كذا واحده. طبعا جمعي بقى كل المقاسات بتاعتك على بعض، وابداي خدي كميه وفيره كده من البسكوت وحطيها واضغطي عليها، هتلاقي الحشوه بتروح معاكي في كل الجهات. سهل جدا، مخدش مني وقت ابدا، وعملت منه كمان احجام مختلفه. طبعا ممكن البسكوت تغطسيه في الشوكولاته وممكن تكتفي بشكله كده، بس انا حبيت طبعا شكله الاصلي بيكون كده، والولاد بيحبوه كده وياخدوه معاهم المدرسه. طبعا ممكن تشيلي كميه السكر البودره اللي انا حطيتها وتعملي بسكر دايت. فيكي تعملي خيارات كتيره. وكمان اهم حاجه حابه انوه عنها، انا استخدمت كاكاو اسباني خام. طبعا لو ما عندكيش مش عايزه اقول لك ان هو اكتر حاجه بتعزز الطعم وبتخلي الطعم معايا كويس، فاساس البسكوت ده بالذات عشان يديكي ريحه ممتازه، وكمان وانت بتشتغلي في الفرن تحسي ان انت في فرق او بتعملي نوع بسكوت مختلف. اهم حاجه الكاكاو عشان يديكي اللون ويديكي الطعم بالشكل ده، وكمان الزبده والكاكاو ليهم عامل مهم جدا، فحبيت ان انا انوه عنهم. استخدمي حاجه كويسه عشان بتاثر معاكي جدا في الطعم. عملت منه الساده وعملت اللي بالمكبس وعملت المقاس الصغير وكمان طبعت عليه الطباعه. بجد شكله حلو جدا، احتفظي بيه عندك في علبه من البلاستيك او علبه من الصفيح. بجد هيعيش معاكي وحلو جدا. اتمنى تجربوا الوصفه وتعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.